اعتراف جديد بجودة التمور الجزائرية وإدراج خصوصياتها ضمن المعايير الدولية الرسمية للدستور الغذائي العالمي. حققت الجزائر إنجازاً بارزاً في قطاعها الفلاحي والغذائي بعد أن نجحت في إدراج الخصوصيات النوعية للتمور الجزائرية، وعلى رأسها صنف دقلة نور، ضمن المعايير الدولية للدستور الغذائي العالمي كودكس أليمنتاريوس، وذلك خلال الدورة 48 لاجتماعات الهيئة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بين 10 و14 نوفمبر الجاري. اعتمدت الهيئة النسخة النهائية للمواصفة الدولية الخاصة بالتمور الطازجة، مع إدراج الخصائص المميزة للتمور الجزائرية كمرجع عالمي للجودة، وذلك بمشاركة وفود جزائرية رسمية تضم خبراء من وزارات التجارة والفلاحة والتعليم العالي في صياغة هذه المواصفة، وقدمت مساهمات تقنية وعلمية مكنت من تثبيت الخصوصيات الوطنية. هذا الاعتراف الدولي يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية التمور الجزائرية في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادراتها. أما عن الأبعاد الاقتصادية والثقافية، فاقتصادياً، القرار يرفع من قيمة المنتوج الجزائري في السوق الدولية، ويساهم في دعم الفلاحين والمصدرين عبر تحسين فرص التسويق الخارجي. فأما ثقافياً، فذلك يكرس الاعتراف الدولي مكانة التمور الجزائرية كجزء من التراث الغذائي الوطني، ويعزز صورة الجزائر كبلد منتج لمواد غذائية ذات جودة عالية. أما استراتيجياً، فإدراج الخصوصيات الجزائرية في المرجعيات العالمية يعد مكسباً طويل الأمد، يرسخ حضور الجزائر في صناعة التمور ويمنحها موقعاً ريادياً في هذا المجال. بهذا الإنجاز تثبت الجزائر أنها لا تكتفي بإنتاج أجود أنواع التمور، بل تعمل أيضاً على حماية خصوصياتها وتثبيتها كمعايير دولية، لتصبح دقلة نور رمزاً عالمياً للجودة والتميز ومصدر فخر واعتزاز وطني. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركته مع أصدقائكم لدعم المنتوج الجزائري في العالم.